هنعمل النهاردة مع بعض غدا بسيط وسهل سامعين. شايفين القرمشة واللون. عايزة اقول لكم تحفة جدا. وسهل وبسيط وكلها مكونات موجودة عندنا في البيت، ممكن نعمله بأي حشوة تعجبنا، وطريقة لفه سهلة جدا. مش هنعملها طبقات زي كل مرة. وده كان الغدا عبارة عن هو أصابع اللي هي الجلاش دي، أو اللي هو البوريك، أو أيا كان تسموه. فهو ده الغدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده. هجيب طاسة وأحط فيها معلقة زبدة أو سمنة بلدي أو زيت، أي مادة دهنية. هجيب بصلاية ناعمة كده وأحاول إن أنا أدبلها. طبعا عندي حوالي 400 جرام من الفراخ. طبعا هبدأ ان انا اشوحهم مع بعض كده. وهضرب برضو طماطمايه مع فلفل حار في الكبة، وهنزلهم كده. عايزه اقول لكم ان هما بيدوا لون حلو جدا للفراخ. وهضيف وهضيف هنا معلقه من اللي هو السوشتر. عايزه اقول لكم ان هو زيه زي الصويا صوص، بس انا عايزه اقول لكم ان الصويا صوص افضل بكتير. هو حلو وبيدي لون كده للفراخ بس كده. ضفته. ضفت كمان مكعب مرق. طبعا هضيف البهارات عبارة عن فلفل اسود، ملح، رشة قرفة، رشة بصل بودر، رشة جوز الطيب، توم بودر، بس كده. كمان معلقة من الهريسة. طبعا دي اختياري براحتنا خالص. طبعا لازما ان انا انشف المية كلها، السوائل اللي في الفراخ خالص زي ما انتم شايفين كده نشفتها. وهحطها بقى في بولة. هنعمل بقى الخليط اللي هنسقي بيه الجلاش. بيضتين على حوالي كوبايتين من الحليب وملح وفلفل. وبعد كده بقى اقلبهم كويس جدا. وبعد كده هضيف بقى المادة الدهنية. هضيف حوالي ربع كوباية من الزيت مع معلقتين كبار من السمنة البلدي. وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هجيب بقى صينية وابدأ اعمل فيها البوريك او اللي هو الجلاش. طبعا اجيب لفة الجلاش كده. عايزه اقول لكم ان هو الصينيه دي خدت معايا لفه ونص من اللي هو الجاهز. ده بيتباع باكيتات كده. طبعا لازم اغطيه علشان خاطر هو بينشف بسرعه. وهبدا بقى ان انا افرده كده واضيف ما بين ورقه وورقه. ما بين ورقه وورقه ابدا ان انا ادهنهم بالخليط اللي انا عملته، اللي هو اللبن والبيض والملح والفلفل والزبده. وابدا بقى احط الفراخ كده، وممكن نحشيها لحمه، ممكن نحشيها جبنه. عايزه اقول لكم ممكن نحشيها كذا حشوه كده. طبعا هضيف برضو زبده وابدا ان انا الفه كده رول. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي سهله جدا عن اللي هو الطبقات اللي بنعملها. طبعا انا عملت قبل كده اللي هو بالطبقات. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل كمان ورقه اهي كمان. وابدا ادهنها كده. عايزه اقول لكم ان الحشوه دي طعمها تحفه، بس لازم نضيف لها قرفه. القرفه اولا ما بتبانش ولا حاجه. بس عايزه اقول لكم ان هي بتخلي طعم الفراخ حلوه. وفي نفس الوقت ما بتعملش زفاره للفراخ لو في حد بيشتكي من موضوع الزفاره. بس كده وكده انا خلصت اهو، رصيتهم زي ما انتم شايفين كده جنب بعض. هبدا بقى ان انا اقطعهم عشان خاطر لما اضيف على وشهم اللبن والبيض. طبعا هكون مدخله الفرن على درجه حراره 180 او 200. تبع حسب درجه حراره الفرن. عايزه اقول لكم بحطهم في الرف الوسطاني، مش بحطهم تحت، لان انا عايزه الجلاش يقرمش ويبقى مقرمش كده كله. طبعا دي فاض معلقتين. طبعا انا عايزه اعملهم بطريقه سريعه بقى وكده ما ياخدوش مني وقت وانا في المطبخ. طبعا قطعت الجلاش كده تقطيع اللي هو العادي خالص، برغم ان انا اقدر افرده، بس انا حبيت اعمل الطريقه دي. طبعا ابدا ان انا افرطه كده. وفي الاخر هضيف عليه الخليط اللي هو اللبن والبيض والملح والفلفل والزبده، كل يعني المكونات مع بعض. وطبعا انا مجهزه جبنه ومجهزه فلفل الوان وزيتون وجبنه موتزاريلا. يعني مجهزه كذا حاجه كده. وطبعا انا ضفت كمان الفراخ، طبعا مش هرميها، طبعا هضيفها معاهم. وابدا اقطع شويه فلفل كده زي ما قلت لكم. وجبنه، دي جبنه اللي هي دومتي او اي نوع جبنه عندك.
عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه. دي جبنه موتزاريلا وطبعا ضفت زيتون وبس كده. وهبدا بقى احط الطبقه التانية برضو واسقيها من التشريبه اللي انا عملتها. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي مش هتاخد مننا 5 دقايق في المطبخ، ده لو احنا مستعجلين يعني. بس وادخلها الفرن طبعا برضو على درجة حرارة 200 180 واسيبها في الرف الوسطاني لغاية ما تطلع زي ما انتم شايفين كده باللون. عايزة اقول لكم تحفة. القرمشة فظيعة. وده كان الغدا. هو بس كان سلطة خضراء مع الجلاش بس كده. وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.